أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. أهلا أهلا أهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب السنة تكون بدأت بداية سعيدة هادئة كده. تلات جديد، حكاية جديدة وسنة جديدة، بدايات، وانا بتفائل الخير بالبدايات، وان شاء الله يعني تكون سنة هادية علينا كلنا كده. وطمنوني الاسبوعين اللي فاتوا كانوا عاملين معاكم ايه، او الاسبوع ونص اللي فاتوا كانوا عاملين معاكم ايه. اعتذار مني صريح ان التلات اللي فات ما كانش فيه حلقة جديدة، علشان التلات اللي فات كان تاني يوم في السنة، مع بقى ضغط الشغل والاحتفالات بالسنة الجديدة، فبصراحة ما لقيتش وقت خالص في الويك اند ان انا اسجل البودكاست، فاعذروني وان شاء الله مش هتتكرر تاني. ونيو يير ريزولوشن بقى وخلاص سلمى جديدة خالص. حلقة النهاردة عنوانها ممكن يخدع شوية، ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن التغيير الجذري اللي حصل في العلاقات وفي حياتنا in general، بس خاصة العلاقات بعد سيطرة السوشيال ميديا على حياتنا. وخلال الحلقة بصراحة أنا هعرض عليكم رأيي وملاحظاتي عن الوضع الحالي اللي أنا شفته، بس أنا مستنية زي ما عودتكم وزي ما انتوا عودتوني ان انتوا تدوني فيدباك وتقولولي رأيكم ايه وانتوا شايفين ايه وايه الملاحظات اللي انتوا واخدينها. العلاقات عامة أنا بحب أقسمها لثلاث فروع: الصحاب والأهل والعلاقات العاطفية أو علاقاتنا بالبارتنرز بتوعنا. ومفيش شك ان زي ما التلاتة علاقات، ولكن هم مختلفين عن بعض جدا، ومش دايما ينفع نتصرف نفس التصرف فيهم. فتعالوا كده نبص على كل فرع من فروع العلاقات دي ونشوف كانوا عاملين ازاي قبل السوشيال ميديا، وكانوا عاملين ازاي او بقوا عاملين ازاي بعد السوشيال ميديا، وازاي ممكن نمنتين او نحافظ على العلاقات دي. اول فرع من فروع العلاقات اللي هنتكلم عليه وهو الصحاب. قبل السوشيال ميديا كان معظم الوقت هتلاقي الصحاب بيتقابلوا اكتر، وغالبا كان في مكان ثابت بيجمع معظم الناس ببعض، بس كان دايما الشخص اللي ساكن بعيد او من محافظة تانية او سافر يدرس او يشتغل برا، ده التواصل معاه بيفضل يقل لحد ما شبه ينعدم. بس السبارك والحماسة ان الصحاب يتقابلوا ويتكلموا ويحكوا لبعض سواء كانوا ولاد او بنات كانت قوية جدا جدا جدا. الكلام ده فضل موجود لحد ما السوشيال ميديا سيطرت على الحياة. هتلاقي دلوقتي ان المكان اللي كان دايما بيجمع الصحاب ببعض اصبح واتساب جروب، وساعات لو العلاقة قوية شويتين تلاتة بيبقى جروب شات على ابليكيشن من كل الابليكيشنز. المكالمات الصوتية اللي كنا بنعملها قلت او شبه اختفت وتحولت لفويس مسجز، ومعظم الوقت بقت مضروبة في 2 معمولة باي 2 علشان مفيش وقت، او علشان احنا واهمين نفسنا ان مفيش وقت، او بقى بناخدها من قصرها وتبقى كلها تكستنج وايموجيز وستيكرز وميمز والحاجات دي. وعادات بالنسبة بقى الفرع التاني من العلاقات وهو العيلة. قبل السوشيال ميديا كان اساسي في تجمع عائلي موجود مرة في الاسبوع او مرة في الشهر، لو اسر العيلة دولت عايشين في اماكن بعيدة عن بعض، وكانت التليفونات دي مع اللي بيسافر او من محافظة تانية. ولكن بعد السوشيال ميديا التجمع العائلي ده تلخص في جروب العيلة وصورة الوردة والعصفورة بتوع صباح الخير ومساء الخير وجمعة مباركة عليكم يا شباب. ولو حد مريض بدأنا ان احنا نستبدل الزيارة بمكالمة او برسالة تكست مسج على الواتساب لتخيلنا ان مفيش وقت. نيجي بقى للفرع الاخير من فروع العلاقات وهو العلاقات العاطفية، واللي بصراحة من وجهة نظري بقى اكتر حاجة بقت عك من ساعة لما بقت السوشيال ميديا مسيطرة على حياتنا كده. قبل السوشيال ميديا كان كل شخص عنده حياة، ولما بيتقابلوا او في مكالمة تليفونية في نهاية اليوم بيبدأوا ان هم يتشاركوا الحياة دي. ولكن دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا وسيطرتها على حياتنا الريليشنشيب كلها بقت اكنها لونج ديستنس، اكنهم كل واحد من بلد وفي ريليشنشيب مع التاني، واستبدلنا اي حاجة فيها بالتكستنج، واحيانا بنبعت فويس مسجز او نتكلم فون كولز. قبل ما نكمل حلقتنا واقول لكم ملاحظاتي عن الغلط اللي احنا وقعنا فيه، خلوني بس اقول تنويه او ديسكليمر بسيط، وهو كل اللي انا عملته دلوقتي ما هو الا اني عرضت عليكم الملاحظات اللي انا لاحظتها
انا وغير كتير من صحابي من الناس اللي انا عارفاهم. ومش معنى كده اني بكره السوشيال ميديا او اني برومانتسايز او بجمل الماضي، لان اكتر حاجة انا بكرهها في حياتي هو ان انا امسك في الماضي واقعد اجمله واقول ان الحاضر بتاعنا ومستقبلنا اوحش بكتير من اللي كان موجود زمان. بالعكس، انا شايفة ان السوشيال ميديا من اكتر الحاجات الحلوة، ولكن انا بجد بكره اعتمادنا عليها الكلي، واللي انا وقعت في الغلط ده وستيل بحاول اطلع منه. وبحس ان هو شيء مرعب جدا ان احنا معتمدين عليها اعتماد كبير قوي كده. ومش كل الناس حياتهم بعد السوشيال ميديا بقت اوحش، او مش كل الناس حياتهم بعد السوشيال ميديا بقت زي العرض اللي عرضته عليكم طبعا، ولكن على الاقل ده اللي انا شفته في السيركل بتاعتي او في الدايرة اللي انا جواها، وكذا شخص من صحابي شافوهم في الدوائر اللي هم بيتعرضوا لها في حياتهم. طب ايه الغلط اللي احنا وقعنا فيه؟ انا من الجيل اللي عاصر دخول السوشيال ميديا، وفاكرة اول لما بدأنا نمسك السمارت فونز ما كناش متعلقين بيها قوي زي دلوقتي، وكنا ستيل بنتقابل اكتر وبنشوف بعض بعد المدارس والدروس والشغل وعادي. ولكن معظمنا ومنهم انا شخصيا وقعنا في فخ اننا مش فاضيين، فاستسهلنا التكست والفيديو كول اللي من وجهة نظري هي بجد شيء معدوم المشاعر 100%. 100% هي شيء بلا مشاعر، لان احنا مش شايفين بعض ولا سامعين بعض ولا عارفين احنا فرحانين ولا زعلانين ولا عايزين ايه. ويا سلام بقى لو عاتبنا شخص او كلمنا في موضوع جد مع حد غالي علينا اوفر تكست، اسمحولي اضمن لكم انتهاء العلاقة دي تماما. تخيل انت دلوقتي بتتخانق مع حد او بتتعاتب معاه وانت مش شايفه ومش عارف هو دلوقتي فاضي ولا في ايده شغل ولا متوتر من امتحان ولا في ايه ولا هو عايز ايه. كارثة بجد، والله العظيم كارثة. يعني لو عايز تنهي علاقة بجد عاتب الشخص اللي قدامك اوفر تكست، ومش هتاخد 5 دقايق على بعض وكل حاجة هتكون انتهت وباظت. ولما قعدت افكر في الموضوع ده رحت كده بدماغي لوقت الكورونا. فاكرين وقت الكورونا كنا بنقعد نقول قد ايه كنا واخدين حياتنا وعلاقاتنا فور جرانتد ومش هنعمل كده تاني، وقد ايه الخروجات والفسح وان احنا نشوف صحابنا واهلنا والناس اللي بنحبهم دي حاجة لازم تبقى موجودة دايما في حياتنا، ومش هنرجع تاني ان تبقى حياتنا كلها اوفر سوشيال ميديا. اتعلمنا الدرس بس اتعلمنا حتة منه، يعني احنا اتعلمناه بس ما طبقناش عليه. طب نطبق الدرس اللي اتعلمناه وقت الكورونا ووقت الحظر ازاي؟ نعمل ايه؟ يعني انا حاسه ان انتوا ممكن تقولوا ان انا سويتها في وشكم وسويت الدنيا، خلاص فاضل ان انتوا تروحوا وترموا موبايلاتكم ونرجع بقى نبعت جوابات وبرقيات وهنئ صديقك الفرنسي والحاجات الحلوه دي. اكيد لا، واكيد هو ده مش قصدي. مش لازم نبقى اكستريمز، مش لازم نفضل نعظم في الحياه بتاعت زمان ونشتم في حياتنا دلوقتي ونكره حياتنا دلوقتي، لان زمان الحياه كانت مش احلى حاجه، يعني ما كانتش جايه من الجنه، وستيل حياتنا مش احلى حاجة، وستيل هي مش جنة ولا عمرها هتكون جنة. والفكرة مش في السوشيال ميديا على قد ما الفكرة في المساحة اللي احنا مدينها للسوشيال ميديا من حياتنا. وكل اللي احنا محتاجينه هما 3 حاجات ابسط من بعض، وده طبعا من وجهة نظري البسيطة جدا. اول حاجة من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها وهي ان احنا نثبت مواعيد لتجمع العيلة، لتجمع شلة الصحاب، ميعاد علشان نقابل فيه البارتنر بتاعنا. مش دايما المواعيد دي هتظبط، ولكن احنا بنحاول. هتلاقوا معدل المقابلات بتاعتكم زاد عن الاول بكتير جدا، وده طبعا هيقوي العلاقة اكتر بكتير. تاني حاجة من الحاجات اللي احنا محتاجين نجربها ونتعلمها هو ان احنا نكون حريصين. خليك حريص انك لو في اي حاجة مزعلاك او نقاش انت محتاج تعمله مع صديق ليك او بارتنر، حد انت ليه معزة عندك، يعني انك عمرك 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 ما تعمل النقاش ده على الواتساب او تكستنج. اتقابلوا وتكلموا، ولو الوقت والظروف ما يسمحوش ان انتوا تتقابلوا وتتكلموا، ابسط حاجة ان هي تبقى فون كول او مكالمة تليفونية، وده زي ما بيقولوا كده اضعف الايمان. اخر حاجة من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها ونجربها هو ان احنا نكون واعيين. نفتح السوشيال ميديا عادي ونتفرج ونضحك، بس نكون واعيين ان اي حد بينزل اي حاجة على السوشيال ميديا، ودر بقى هم بلوجرز ودي شغلتهم او ناس عادية زينا بينزلوا سنابتس او مقاطع من حياتهم، ان مفيش حد فينا بينزل حاجة غير لما بيعمل لها فلتر،
مفيش حد فينا ما بيرتبش اللي هينزل وبيعمل محاولات متكررة. ونفس الكلام في العلاقات عن طريق السوشيال ميديا، او لو جينا نتكلم على التكستنج، ان التكستنج مش بيطلع شخصيتنا الاولى، هو بيطلع شخصيتنا بعد ما بنفلتر الكلام اللي احنا هنقوله بحيث ان احنا نقول افضل كلام عندنا، بيدينا فرص اكتر من الواقع. والحياة وارض الواقع في الحقيقة هما مش كده. الحياة مش بنفلتر فيها كلامنا وشكلنا ولبسنا دايما. في نهاية حكاية النهاردة حابة اقول لكم واقول لنفسي ان احنا محتاجين ان احنا نحاول نحافظ على التواصل الفعال، محتاجين نقلل من التواصل الفاتر البايخ اللي ممكن يكون الى حد ما فيك، احنا بنتواصل بس ما بنتواصلش، اللي ممكن يخلينا نبقى مش فاهمين قصد بعض، يخلينا زي ما بيقولوا get lost in translation، ويخلي ان في سوء تفاهم ما بيننا، ويمنعنا عن حاجات حلوة كتير. اتمنى لكم علاقات اقوى واسعد، ومرة كمان سنة سعيدة عليكم يا رب. حكاية التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.